صباح الفل يا شباب، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا، يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بإذن الله هنكمل مع بعض تدريبات ال RNA وتخليق البروتين، ويبقى احنا كده خلصنا جزء البيولوجيا الجزيئية كامل. حلينا على ال DNA كله حلينا، ودلوقتي بقى بإذن الله هنبدأ حل على ال RNA وتخليق البروتين، ويبقى انت كده بإذن الله تبقى داخل مطمن جدا جدا بعد الشرح اللي احنا شرحناه والحل وكل الحاجات دي. يعني ده أسئلة وشرح وكل حاجة تخليك مطمن بإذن الله من ال DNA وال RNA والبروتين، ولا تقلق منهم بإذن الله. أسئلتهم هتيجي كويسة وطول ما انت فاهم هتحس ان انت عارف تتعامل مع السؤال كده، فما تقلقش وما تتخضش من ال DNA ولا البروتين، بإذن الله تلاقيهم أسهل حاجة في الامتحان يعني يا رب. فسمي الله كده ويلا بينا نبدأ. اول سؤال هنا يا دكتور بيقولك اي مما يلي يعتبر من البروتينات التنظيمية. دايرة بقى على كلمة تنظيمية دي، انا عارفة ان البروتين يا اما تركيبي يا اما تنظيمي. حلو، بيقول لي ده بروتين تنظيمي، مين في دول بروتين تنظيمي؟ فانا اول ما لمحت الاكتين انا عارفة ان هو تركيبي، بيدخل في تركيب العضلات. ميوسين تركيبي برضو، فده استبعدناه. اسيتايل كولين يا دكتور، وانا عارفه ان الاسيتايل كولين دي بتبقى موجوده في الازرار في الخلايا العصبيه، فمعنى كده ان دي حاجه اسمها اصلا نواقل كيميائيه، مواد كيميائيه وليست بروتينات تنظيميه، يبقى برضو استبعدنا الاسيتايل كولين. طيب مين الاخير بقى الحلو ده؟ حبايب قلبي، كنا قلنا ان الكولينستريز ده انزيم. طب انزيم الكولينستريز ده كان بيشتغل ازاي او كان ايه فايدته؟ لما كانت العضلات بتنقبض كان اول ما الاسيتايل كولين، يعني مثلا كانت دي العضلة، كنت بقولك ان بيبقى موجود على سطح العضلات مستقبلات للاسيتايل كولين. مجرد ارتباط الاسيتايل كولين مع المستقبلات بتاعته، يعني مثلا لو المثلث ده كده الاسيتايل كولين اهو، ودي المستقبلات بتاعته، مجرد ارتباط الاسيتايل كولين اللي هي النواقل الكيميائية مع المستقبلات، لقينا العضلة بتنقبض. طيب هل عضلات ايدك او رجلك لما بتنقبض بتفضل ثابتة زي ما هي، بتفضل في حالة انقباض؟ لا، ده بعد ما تنقبض لازم ترجع تنبسط مرة اخرى. حلو، طيب ايه اللي هيخلي العضلة ترجع لحالة الراحة مرة اخرى او ترجع تنبسط مرة اخرى؟ بترجع لحالة الراحة مرة اخرى او تنبسط مرة اخرى بواسطة انزيم الكولينستريز. طبعا احنا خدنا على الايباد ان هو عبيط شوية كده، يعني مسح كل اللي احنا كتبناه، ما علينا. طيب اهي العضلة، مش هرسمها تاني، ماليش مزاج ارسمها تاني بصراحة اهو. انا برسمها ليه؟ طيب مش عارفة بجد. تمام ماشي، يلا ده الاسيتايل كولين، مش خسارة فيكم. ده الاسيتايل كولين ودي المستقبلات، ماشي، ودي العضلة. بعد ما العضلة بتنقبض، حلو، لازم ترجع لحالة الراحة مرة تانية. طب يا دكتور عشان ترجع لحالة الراحة محتاجين نكسر ده، نكسر الاسيتايل كولين. نكسر الاسيتايل كولين بايه؟ بانزيم الكولينستريز. انزيم الكولينستريز ده كانت كل وظيفته ان هو يروح يكسر لي الاسيتايل كولين. اول ما يشيل لي الاسيتايل كولين العضلة ترجع لحالة الراحة مرة تانية، بس كده. يبقى هنا انزيم الكولينستريز يعمل على تكسير الاسيتايل كولين وعودة العضلة لحالة الراحة. طيب حبايب قلبي، حاجة كمان، طول ما الاسيتايل كولين ده مرتبط مع المستقبلات بتاعته العضلة دي منقبضة. تمام، عايزة العضلة ترجع لحالة الراحة، شيل الاسيتايل كولين. اشيل الاسيتايل كولين بايه؟ بانزيم الكولينستريز. يبقى انا دلوقتي اقدر اقول على الانزيم الكولينستريز هو بروتينات تنظيمية بينظم عملية معينة في جسم الانسان التي تتواجد داخل العضلات الهيكلية، فتمام هو اصلا بيأثر على العضلات. طيب رقم 2، اي مما يلي يعتبر من البروتينات التركيبية. انا برضو اول ما شفت كلمة تركيبية دي ولمحت كلمة اجسام مضادة فاستبعدت الجسم المضاد. ليه؟ الاجسام المضادة دي ليها وظيفة مناعية، فهي تعتبر تبع البروتينات التنظيمية. واول ما لمحت هنا الكورتيزون، فانا عارفة ان الكورتيزون ده يا دكتور عبارة عن استرويدات من فصل الهرمونات. تمام، فاسترويدات ده يعني دهون، فانا هنا حاجة اصلا مش بروتين، بروتين حاجة والدهون حاجة، فاستبعدنا ده كمان. طيب الانسولين وزيل البكتيروفاج، هو بيقول لي هنا الانسولين، هو الانسولين هنا بروتين يعتبر ايه؟ تنظيمي.
تنظيمي، لان هو بينظم احدى العمليات الحيوية، يعني بيقلل نسبة السكر في الدم، فهو بروتين تنظيمي بينظم عملية حيوية في جسم الانسان. طيب فاضل مين بقى؟ فاضل ذيل البكتيروفاج، يعتبر من البروتينات التركيبية التي قد تحتوي على روابط كبريتيدية ثنائية. تمام، احنا عارفين ان الاجسام المضادة عندها روابط كبريتيدية ثنائية، بس هي مش تبع البروتينات التركيبية، ده بروتين تنظيمي. تمام، ذيل البكتيروفاج هو بروتينات تركيبية، فالذيل ده بيبقى عبارة عن بروتين، الرأس والذيل كله بيبقى عبارة عن بروتين، فبيدخل في تركيبه روابط كبريتيدية ثنائية. رقم 3، أمامك صورة بتوضح التراكيب المكونة لأصابع أحد أنواع الزواحف. ما البروتين اللي هيشارك في تكوين إكس وواي على الترتيب؟ إكس ده اللي هو الضوافر أو الحوافر. الحوافر يا دكتور والقرون، خد بالك، الحوافر والقرون. تمام، القرون بتاعت الماشية والحوافر بتاعت الزواحف دول كلهم، والحوافر عموما يعني بيدخل في تركيبهم، ايوه برافو عليك، بروتين اسمه بروتين ايه؟ الكرياتين. طيب هنا بيقول لي ان دي عظام، فحاجه بتربط بين العظام وبعضها يا دكتور ده رباط، واحنا عارفين ان الرباط او الاربطه والاوتار بيدخل في تركيبها بروتين اسمه ايوه الكولاجين. بس كده، يبقى هنا على الترتيب هتبقى اكس كرياتين وواي كولاجين على الترتيب، يبقى نختار ده. ما البروتين التنظيمي المسؤول عن تكوين البادئات ده يا دكتور اللي هي اسمها ايه؟ ايوه برافو عليك يا دكتورة، البرايمر. طيب مين اللي كان بيكون البرايمر؟ انزيم البرايميز، تمام، اثناء تضاعف الدي ان ايه. رقم 5 بيقول لي اي مما يلي يصف التركيب الموضح في الشكل. طيب هو بيقول لي ده ثنائي بيبتايد ولا عديد بيبتايد؟ ثنائي بيبتايد احدهما جلايسين، ولا ثنائي بيبتايد يتكون من ارتباط 2 جلايسين؟ الجلايسين ده يا دكتور طبعا دي احماض امينيه. تمام، ثنائي بيبتايد ده يعني 2 حمض اميني ماسكين في بعض، ولا عديد بيبتايد؟ فاحنا هنشوف الشكل ده دلوقتي. هو اول حاجه الحمض الاميني بيبقى عباره عن ذره كربون، هنا COOH، هنا NH2 مجموعه امين، هنا مجموعه الكايل R، هنا ذره هيدروجين. واحنا عارفين ان في حمض اميني اسمه الحمض الاميني الجلايسين. الجلايسين ده يا دكتور ابسط انواع الاحماض الامينيه. الجلايسين هو ابسط انواع الاحماض الامينيه. مش احنا عندنا 20 نوع من الاحماض الامينيه؟ ايوه، ابسط نوع من الاحماض الامينيه دي من ال20 نوع دول اسمه الجلايسين. اسمه عليك، يعني انا قلت لك ان الاسماء مش علينا حفظ، لكن ده اسمه الوحيد اللي عليك. والميثيونين برضو اللي هو اول حمض اميني في البروتين ده عليك برضو، الحمض الاميني الميثيونين بتاع كودون البدء. طيب ابسط انواع الاحماض الامينيه، ليه قالوا عليه ان هو ابسط انواع الاحماض الامينيه؟ ما عندوش مجموعه القاين يا دكتور. عنده ايه بدلها؟ ما هو لازم يكون عنده حاجه بدلها، ما ينفعش تكون ده فاضيه. عنده بدلها ذره هيدروجين. ايه ده؟ عشان كده قالوا عليه ان هو ابسط انواع الاحماض الامينيه بالظبط اهو، بدلها ذره هيدروجين. يعني بدل ما يكون في مجموعه كامله ار، فالار دي ابسطهم CH3. عد كده كام ذره؟ 3 4 ذرات. فانا اشيل 4 ذرات واحط مكانهم ذره، ولا احط ال4؟ لا، دي كده تعتبر جروب، لكن دي تعتبر ذره واحده، عشان كده قالوا عليها ان هي ابسط انواع الاحماض الامينيه. طيب بيقول لي ده ثنائي بيبتايد ولا عديد بيبتايد؟ انا محتاجه الاول امسك السي دي واشوف بقى COH والN H2 اللي جنبها الناحيه التانية. فهنا لقينا في C، هنا دي مجموعه COOH اهي، تمام، بس هو طبعا رسمها لي في صوره ذرات. وهنا في H وهنا في H، يعني مفيش الكايل. وهنا ال NH2 مفروض، بس هي NH واحدة عشان ارتبط بالحمض الأميني اللي بعديه. تمام، طيب بعد كده لقينا في هنا دي ذرة كربون عندها H و H برضو. هنا في CO بس، لأن احنا برضو شلنا من ال CO دي، كانت COOH المفروض، شلنا منها OH وشلنا من هنا H، يبقى كده ناقص H2O عشان يتكون ما بينهم رابطة بابتدية. يعني اسم الرابطة دي كده يا دكتورة، أيوة ركزي معايا يا سما، اسم الرابطة دي كده رابطة بابتدية. حلو. طيب
بعد كده عندنا هنا NH2. طب يا دكاترة انا دلوقتي عندي كام حمض اميني؟ هتقولي 2. ليه؟ اهو دي ذرة كربون ودي ذرة كربون، عاملة COH هنا و NH2 هنا، وهنا COH وهنا NH2. يبقى معنى كده ان دول 2 من الاحماض الامينية، يعني ثنائي بيبتايد. طيب نوع الحمض الاميني اي حمض اميني ولا جلايسين؟ هتقولي جلايسين. ليه؟ انا ما شفتش القيل خالص، ده هنا عندها اتش و اتش و اتش و اتش، يبقى 2 هنا دول ثنائي بيبتايد. الاتنين يتكون من ارتباط 2 جلايسين، الاتنين كانوا جلايسين، يبقى نختار ب. اي مما يلي يرتب يمكن ان يرتبط بالتركيب س في جزيء ال mRNA. طيب مين التركيب س ده يا دكتور؟ دي قاعدة نيتروجينية يوراسيل. اليوراسيل يا دكتور موجود في ال RNA، في ال RNA فقط، ومش موجود في ال DNA. طيب هي القاعدة بترتبط بمجموعة الفوسفات؟ لا ده عبط، ده ما خدناهوش ده في تركيب ال DNA ولا ال RNA خالص. احنا عارفين ان النيوكليوتيد اهو ده السكر، ده السكر كده، هنا في القاعدة تمام، وهنا في ذرة مجموعة الفوسفات رقم 5. مجموعة الفوسفات رقم 5 مرتبطة بذرة الكربون، مجموعة الفوسفات مرتبطة بذرة الكربون رقم 5. القاعدة اللي هي يوراسيل مرتبطة بذرة الكربون رقم 1. هو بيقول لي هي مجموعة الفوسفات دي مرتبطة باليوراسيل، فلا طبعا ده دي هنا ودي هنا، يعني دي في حتة ودي في حتة تانية خالص، هم بعاد عن بعض، مش بيرتبطوا ببعض اصلا. طيب رقم 4. حد بقى هيقول لي 4. بيقول لي أي مما يلي يمكن أن يرتبط بالتركيب س في جزيء ال mRNA. حبايب قلبي mRNA ده شريط مفرد. يبقى أنا بلاقي القاعدة دي قدامها قاعدة الناحية ولا مفيش؟ لا مفيش، أنا عارفة إن هو شريط مفرد، تتابع واحد بس، سلسلة واحدة بس. يبقى معنى كده إن طالما هو شريط مفرد يبقى مش هيرتبط بالإيه، اليو دي مش هترتبط بالإيه الناحية التانية، لأن هو حدد لي ال mRNA. يبقى هنا برضو استبعدت رقم 4. طيب رقم 1 ولا رقم 2؟ القاعدة بترتبط بالسكر، ماشي. طيب أنا عارفة إن سكر الديوكسي ريبوز اللي هو موجود في DNA بيكون متشال منه ذرة أكسجين من ذرة الكربون رقم 2. فأنا أول ما شفت رقم 2 ده قلت ده سكر DNA اللي هو سكر الديوكسي ريبوز، لكن رقم 1 ده سكر الريبوز، ده موجود في ال RNA. بس كده يبقى انا عرفت السكر ده بتاع مين والسكر ده بتاع مين، ده بتاع ال RNA وده بتاع ال DNA. طيب اليوراسيل بقى بتكون موجودة في ال DNA ولا في ال RNA؟ لا يا دكتور انا عارفة ان اليوراسيل بتميز ال RNA، يبقى هنا س هتقدر ان هي ترتبط برقم 1 فقط، يبقى نختار ألف. رقم 7 بيقولك هنا الشكل المقابل بيوضح بعض التغيرات الحادثة لسلاسل عديد البيبتايد أثناء تكوينها. بيقولي دي سلسلة من الأحماض الأمينية بدأت إن هي تلتف حول نفسها كده بالمنظر ده، فتدينا الشكل الحلزوني ده، أو بتدينا شكل الشتات اللي هي مفرودة كده. بيقولي إيه الروابط اللي مسؤولة عن حدوث التغير الموضح بالشكل؟ حبايب قلبي أول ما يقولي الروابط اللي موجودة في البروتين ومسؤولة عن إن هي تدي البروتين شكله الفراغي المميز، دي روابط هيدروجينية. يبقى الروابط الهيدروجينية هي اللي تخلي البروتين يلتف حول نفسه بالمنظر ده، أو المنظر ده يدينا الشكل المفروض ده، أو الشكل الملتف حول نفسه، أو الشكل الحلزوني يعني. رقم 8 الشكل الذي أمامك بيوضح الشكل النهائي لبروتين الكرياتين المكون للشعر، حيث يظهر على هيئة حلزون ألفا هيليكس. بيقول لي ده تركيب البروتين، وفي الشكل النهائي للبروتين بدأ ان هو يدينا الشكل الحلزوني ده. حلو قوي. طيب دي روابط، الرابطة دي زد ورابطة واي، وبيقول لي دي مجموعة امين، ودي رابطة اكس. الرابطة اكس اللي هي بتكون بين ذرة الكربون اللي هي مجموعة الكربوكسيل، وبين مجموعة الامين اللي قدامها علشان بتخلي البروتين يلتف حول نفسه، دي بتكون روابط هيدروجينية. يبقى هنا اكس دي روابط هيدروجينية، ان هي تجمع البروتين او سلاسل عديد البيبتايد تخليها تلف حوالين نفسها بالمنظر ده علشان تدينا الشكل الحلزوني كده.
او تدينا شكل مفروض زي الشيتات دي اهو، او زي الشيت الموجود فوق ده كده. فاللي بيدي البروتين شكله الفراغي المميز هي الروابط الهيدروجينية. طيب الرابطة واي، الرابطة واي دي يا دكتور هي موجودة بين الذرات، يعني هنا بين ذرة كربون وذرة كربون، فالرابطة بين الذرات دي بتكون رابطة تساهمية. حلو قوي. طيب الرابطة بقى يا دكتور اللي موجودة بين الحمض الأميني والحمض الأميني المجاور ليه، اللي هي الروابط زد، دي روابط ايه؟ روابط بيبتيدية. يبقى الروابط البيبتيدية موجودة بين الحمض الأميني والحمض الأميني المجاور ليه. طب يا دكتور انا كده خلاص عرفت انواع الروابط، الزد هتبقى بيبتيدية، وواي هتبقى تساهمية، واكس هتبقى هيدروجينية. بيقول لي اي انواع الروابط التالية مسؤولة عن تكوين واستقرار البنية الحلزونية للبروتين في الشكل. علشان يتشكل شكل البروتين في الشكل الحلزوني بالمنظر ده، فقلنا المسؤولة عن تكوين الشكل الفراغي للبروتين هي الروابط الهيدروجينية، يبقى نختار اكس فقط. ما الذي يميز الطرف 3 شرطة في الحمض النووي الريبوزي الرسول؟ mRNA يا دكتور كنا قلنا ان هو موجود في اخره خالص كده، زيل اسمه زيل عديد الادانين. فايدته ايه؟ قلنا ان هو الاول بيكون عبارة عن 200 قاعدة ادانين او اكتر. ال200 قاعدة ادانين دول بيكون فايدتهم ان هم يحموا mRNA من التحلل بواسطة انزيمات الموجودة في السيتوبلازم. يعني فايدة زي العديد الأدينين ده الحماية. يحمي مين يا دكتور؟ يحمي mRNA من مين؟ من الانزيمات اللي موجودة في السيتوبلازم عشان mRNA ده ما يتحللش. يبقى هنا هنقول الطرف 3 شرطة ده بيتميز بإيه؟ بيحتوي على 3 كودونات وقف. لا، هو عنده كودون واحد، وفي النهاية أصلا بيكون فيه زي العديد الأدينين. جيم هنا بيقولي لديه نسبة أكبر من قواعد الأدينين، فطبعا دي صح، يبقى نختار هنا جيم. يتصل به الريبوسوم عند بدء الترجمة. لا، ده هو بيتصل بالطرف 5 شرط، الريبوسوم يتصل بالطرف 5 شرط. ده اللي بيقولي ينسخ أولا بواسطة RNA بوليمريز. لا، ده مش بيحصل له عملية نسخ أصلا، يبقى رقم 9 هنختار جيم. رقم 10 أي مما يلي يوصف تتابع المحفز. حبايب قلبي قلنا المحفز ده عبارة عن تتابع من النيوكليوتيدات موجودة على شريط DNA. طب فايدته ايه المحفز ده؟ ان هو ينبه انزيم بلمرة RNA للمكان اللي هيتم فيه عملية النسخ. يعني المحفز ده كأنه زي إشارة كده بتنادي على انزيم بلمرة RNA، تقول لانزيم بلمرة RNA تعالى ابدأ عملية النسخ من هنا. يبقى ده تتابع على DNA نفسه، بينبه انزيم بلمرة RNA ان هو يقوم بعملية نسخ mRNA. طيب هو بيقول لي هنا بينسخ المحفز ده، بينسخ الى تتابع. لا، هو ما بيحصلوش عملية نسخ المحفز ده هو موجود على DNA زي إشارة بس، لكن هو ما بيحصلوش عملية نسخ. تتابع من النيوكليوتيدات لا يحمل شفرة. طبعا هو مش بيحمل شفرة لأن هو مش بيحصل له عملية ترجمة لبروتين، ده هو زي إشارة كده علشان بعد التتابع بتاع المحفز ده تبدأ عملية النسخ وتبدأ عملية الترجمة. 11 أي مما يلي يمثل العملية الموضحة بالشكل المقابل. دول شريطين DNA، بس لقينا هنا في شريط بدأ يتكون من DNA. مين الشريط اللي بدأ يتكون من DNA؟ طبعا هنا حصل فك للالتفاف بتاع DNA، بعد كده بدأ يتكون شريط مفرد من RNA، فده كده mRNA. تمام. بيقول لي بقى العملية دي هتوضح مين يا دكتور؟ انا عشان اجيب mRNA من DNA بقول العملية دي عملية نسخ، لان احنا اول ما شرحنا الجزء ده كده قلت لك DNA يحصل له عملية اسمها عملية نسخ فيدينا RNA او mRNA. mRNA يحصل له عملية ترجمة فيبدأ يدينا بروتين. حلو جدا. يبقى العملية دي ان انا اجيب RNA من DNA اسمها عملية نسخ. رقم 12 أي الأجزاء في الشكل المقابل لجزيء DNA بيمثل منطقة نسخ mRNA. يعني فين هيبدأ نسخ mRNA من بعد المحفز على طول، فبيدا المحفز يبقى هيبدأ نسخ mRNA هنا. يبقى كده دي بداية mRNA. طبعا ده C ولا دي يا دكتور؟
حبايب قلبي احنا عارفين ان الام ار ان ايه بيتبني في الاتجاه من 5 ل3 فقط، لان انزيم بلمرة الار ان ايه بيشتغل في الاتجاه من 5 ل3. يبقى لازم شريط الدي ان ايه يكون اتجاهه من 3 ل5. يبقى هنا ده كده الشريط اللي هيتبني عنده الام ار ان ايه، يبقى نختار سي. 13 ادرس الشكل التالي اللي بيوضح عمليتين بيحصلوا في خلايا أوليات النواة. ما الذي يميز العملية 2 عن العملية 1؟ العملية 2 دي يا دكتور دي اللي هي بناء شريط مفرد من الام ار ان ايه اهو. يبقى دي كده طالما اتجاهه من 5 ل3 ولقينا في قاعدة يوراسيل يبقى ده كده ار ان ايه. طيب 1 انا لقيت ان في قاعدة تي فقلت ده كده بناء دي ان ايه جديد. تمام حلو قوي. طيب هو بيقول لي ايه اللي بيميز 2، ايه اللي بيميز بناء الار ان ايه عن بناء الدي ان ايه؟ نوع القواعد البيورينية، البيورينات اللي هم الاي والجي فهم زي بعض. اتجاه إضافة النيوكليوتيدات في الشريط الجديد هو الاتجاه إضافة النيوكليوتيدة في ده وفي ده. كان اتجاه إضافة النيوكليوتيدة الجديدة بتبقى في الاتجاه 3، يعني رايحين ل3. طب نوع السكر في النيوكليوتيدات الشريط الجديد، والله يا دكتور الار ان ايه نوع السكر فيه ريبوز، لكن الدي ان ايه نوع السكر فيه دي اوكسي ريبوز. يبقى هنا فعلا نوع السكر في رقم 2 بيتميز عن نوع السكر في رقم 3. يبقى هي دي الحاجة اللي مختلفة عن في 2 عن 3 يعني. مكان الحدوث داخل الخلية هو بناء الدي ان ايه ونسخ الار ان ايه من الدي ان ايه، الاتنين بيحصلوا داخل النواة، فده كده مش حاجة بتميزهم، ده يعتبر وجه شبه ما بينهم. 14 الشكل التالي بيمثل قطعة من دي ان ايه وبيقولي ده اتجاه النسخ. تمام يعني عملية نسخ الار ان ايه من الدي ان ايه هتتم كده، وده جزيء الدي ان ايه. طب هو هنا يعني كتر خيره كاتب لي ان ده الطرف ده كده عنده مجموعة او اتش، يبقى ده الطرف كام؟ برافو عليك 3 شرطة. يبقى هنا الشريط ده بقى اللي انا همشي عليه بالاحمر ده كده اهو، ده 3 كنا عند 3 وهنا كده 5 وده هيبقى 3 الناحية التانية وطبعا ده هيبقى 5. حلو جدا. أي الأشرطة التالية تكون بفعل أو أي الأشرطة التالية تكون بفعل إنزيم بلمرة ال RNA. يعني عايز يعرف هنا إنزيم بلمرة ال RNA أنهي واحد في دول. تمام. طيب اتجاه النسخ هشتغل على الشريط ده اللي هو اتجاهه 3. ليه؟ لأن RNA الجديد لازم يكون من 5 إلى 3. شاطر. يبقى نشتغل على أنهي شريط؟ أيوة ده يا دكتور هو الشريط ده اللي هو بدايته من 3 ل5. يبقى الدي ان ايه هيبقى من 3 ل5 لكن الار ان ايه هيبقى من 5 ل3. طيب ابني بقى من الشريط ده التي هيقابلها، طبعا هنكمل عادي جدا جدا، نكمل بقى تتابع اللي هيتكامل مع التتابع ده. التي قدامها ايه وهنا قدامها ايه، بعد كده الايه قدامها تي. ايوه شاطر قولي لا الايه قدامها يو لان ده احنا بنبني ار ان ايه. تمام. السي قدامها جي، الاي قدامها يو، وتكمل بقى وهكذا. هتلاقي التتابع الصح هو ألف واتجاهه من 5 إلى 3. ما الذي يلزم لبناء الريبوسومات في النواة؟ حبايب قلبي الريبوسومات بتتكون من 70، أنا قلت 70 وكتبت 40 مش عارفة ازاي، يلا ما علينا. 70 نوع من سلاسل عديد البيبتايد زائد 4 أنواع من RNA. حلو قوي. دول هيكونوا لي الريبوسوم اللي هي تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة والكبيرة عشان يبدأوا ان هم يترجموا البروتين. طيب انا محتاجة 4 انواع من RNA، فالاربع انواع من RNA دول يا دكتور هجيبهم منين؟ هجيبهم من عملية نسخ mRNA وترجمة mRNA. تمام. سوري يا شباب، 70 نوع من سلاسل عديد البيبتايد دول هجيبهم من نسخ mRNA وترجمة mRNA. يعني سلاسل عديد البيبتايد دي الجينات بتاعتها موجودة على الدي ان ايه، فلازم الدي ان ايه يحصل له نسخ يدينا mRNA،
والام ار ان ايه يحصل له ترجمه فيدينا سلاسل عديد البيبتايد اللي هي بروتين يعني. يبقى انا كده جمعت البروتين. طيب محتاجه بقى 4 انواع من الار ار ان ايه، شفرتهم موجوده فين؟ على الدي ان ايه. يبقى انا دلوقتي محتاجه اعمل نسخ للار ار ان ايه من الدي ان ايه، بس كده. يبقى انا كده حصلت على ده وحصلت على ده. يبقى هنا نسخ الار ار ان ايه ونسخ الام ار ان ايه وترجمته. يبقى نختار د. رقم 16 بيقولك هنا يا دكتورة أي مما يلي يمثل مكان نسخ ال rRNA في ورقة نبات الفول. حبايب قلبي، قلنا ال rRNA ده بيحصل له عملية نسخ فين؟ في النوية، تمام. لكن ال tRNA وال mRNA في النواة عادي جدا. طيب رقم 17 الشكل الذي أمامك يوضح عمليتين بيحصلوا في إحدى الخلايا لقطعة من جزيء DNA. بيقول لي ما المكان الذي تحدث فيه العمليتان الموضحتان بالشكل. عايز يعرف العملية دي والعملية دي بيحصلوا فين. طب يا دكتور عايزين نعرف الأول ايه العملية دي وايه العملية دي. أول حاجة لقينا ان ده جزيء الدي ان ايه عادي ملفوف حوالين بعض كده اللي هو اللولب المزدوج، تمام اهو. بعد كده لقينا في شريط ام ار ان ايه بيحصل له عملية نسخ من الدي ان ايه. يبقى أول عملية شغالة عندنا هنا هي عملية النسخ، نسخ الام ار ان ايه من الدي ان ايه. حلو جدا. بس احنا لقينا هنا يا دكتور ايوه تحت وحدة الريبوسوم الصغيرة والكبيرة وفي سلسلة عديد بيبتايد عمالة تتكون، يعني معنى كده ان عملية الترجمة شغالة. بس خدي بالك بقى هنا يا نغم، لقينا ان عملية الترجمة شغالة وعملية النسخ هي كمان شغالة معاها في نفس الوقت. طيب قلنا بقى لما بيحصل النسخ والترجمة الاتنين شغالين مع بعض في ايه؟ قلنا في اوليات النواة، اوليات النواة. لكن لو كائن حي حقيقي النواة، الإنسان، الحيوان، النبات، أي كائن حي حقيقي النواة، بتتم عملية النسخ الأول كلها كاملة. يعني الام ار ان ايه نجيبه من الدي ان ايه كامل، بعد كده الام ار ان ايه ده يطلع بره في السيتوبلازم عشان تتم عملية الترجمة. لكن لو كائن حي أولي النواة زي مثلا البكتيريا، قلنا مثال عليها بكتيريا اشريشيا كولاي، قلنا البكتيريا دي أصلا ما عندهاش نواة، فبالتالي عملية النسخ هي بتتم فين؟ في السيتوبلازم. طب عملية الترجمة يا دكتور بتتم فين؟ برضو في السيتوبلازم. يبقى هنا العمليتين شغالين مع بعض في نفس الوقت وبيتموا في السيتوبلازم. فهنا بيقول لي ايه المكان اللي هتحصل فيه العمليتين دول، يبقى سيتوبلازم بكتيريا اشريشيا كولاي. أين يتم ارتباط الحمض الأميني بجزيء التي ار ان ايه؟ بصي بقى معايا يا جنى، احنا عارفين ان التي ار ان ايه ده اهو هيشيل مين؟ هيشيل الحمض الاميني. بيقول لي الحمض الاميني ده هيرتبط مع التي ار ان ايه فين؟ في السيتوبلازم، لان التي ار ان ايه ده هيتكون في النواة. بعد ما يتكون في النواة يطلع بره في السيتوبلازم عشان يقوم بوظيفته. يقوم بوظيفته بقى يعمل ايه؟ يشيل الحمض الاميني. يبقى انا دلوقتي عندي ال rRNA ده بيتكون في النوايا، تمام، وبيتكون تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة والصغيرة في النوايا. عندي ال mRNA بيتكون في النواة وبعد كده يخرج بره في السيتوبلازم عشان يقوم بالوظيفة بتاعته اللي هي عملية الترجمة. وعندي كمان ال tRNA اللي هو RNA الناقل بيتكون في النواة بعد كده يخرج بره في السيتوبلازم عشان يقوم بالوظيفة بتاعته. حبايب قلبي، الملخص الموجود في كتاب التفوق هقول لك دلوقتي بالظبط صفحة كام. صفحة، خليك معايا، في ملخص عندك يعني ضروري جدا جدا. بص انا يعني هقول لك على كام صفحة كده بعد اذنك، ضروري قوي قوي ان انت تذاكرهم كويس جدا. من اول صفحة 215، من صفحة 215 لحد يعني كل الرسومات مهمة جدا. كل المقارنات دي مهمة قوي قوي قوي، يعني مش قادرة اقول لك الجزء ده مهم جدا قد ايه. فلحد 221 هتلاقي مثلا عندك يا دكتور في رسمة كده في صفحة 219 حلوة قوي. يعني بيقول ان في انزيم النسخ العكسي، ان مثلا لو فيروس المادة الوراثية بتاعته RNA، فلما يدخل جوه البكتيريا يبدأ يحول ال RNA ل DNA عشان البكتيريا ما تقدرش ان هي تقضي على ال RNA بتاعه. فحول ال RNA ل DNA بإنزيم النسخ العكسي. بعد كده يحصل نسخ لل DNA بتاع الفيروس، فيخرج ال DNA بتاع الفيروس بره في السيتوبلازم.
فيرجع يتحول ل RNA مرة تانية. فاهميني كده؟ طيب في رسمة كمان في صفحة 217 كويسة جدا جدا جدا، الصفحة اللي تحت الرسمة اللي تحت خالص، عندي كلمة ملحوظات دي، شايفها كده؟ بص هتلاقي فيه هنا الدي ان ايه، بص معايا على الدي ان ايه كده على الشمال كده، لقيته؟ تمام. الدي ان ايه بيقول ان احنا جبنا منه التي ار ان ايه، تمام. التي ار ان ايه ده موجود جوه النواة، بس المفروض ان هو هيخرج فين؟ في السيتوبلازم عشان يقوم بالوظيفة بتاعته، عشان يشيل الاحماض النووية، الاحماض الامينية. الدي ان ايه يحصل له عمليه نسخ يكون لنا الام ار ان ايه، فالام ار ان ايه برضو يخرج عن طريق الثقوب بتاعه النواه دي، يخرج بره في السيتوبلازم. السهم اللي باللون الازرق ده معناه ان الام ار ان ايه والتي ار ان ايه خرجوا في السيتوبلازم. الدي ان ايه يحصل له عمليه نسخ برضو يكون لنا الار ار ان ايه، بس الار ار ان ايه بقى وظيفته جوه النويه، فالار ار ان ايه ده يروح رايح جوه النويه عشان يقوم بالوظيفه بتاعته مع 70 نوع من سلاسل عديد البيبتايد يكونوا لي الريبوسومات. وبعد كده الريبوسومات تخرج تاني في السيتوبلازم عشان الريبوسومات تترجم البروتين او تترجم الام ار ان اي لبروتين. فالرسمه برضو دي حلوه قوي، يعني حاول برضو تذاكر منها. في صفحه 216 برضو، يعني انا بعتذر والله يا شباب ان انا مش موجوده معاك في بصورتي يعني في الفيديو، بس يعني معلش مش هنقدر نقول حاجه عشان مستر عبد الحميد، بس مش اكتر. يعني هو ان شاء الله من اول الهرمونات هيكون هو خلص التصوير اللي وراه وانا هكمل لكم على الشاشه عادي. صفحه 216، صفحه 216 هتلاقي انواع الروابط الكيميائيه اللي موجوده في البروتين. دي روابط تساهميه وبيبتيديه وهيدروجينيه، تمام. التساهميه بتكون موجوده بين الذرات، البيبتيديه بين الاحماض الامينيه، الروابط الهيدروجينيه بتبقى موجوده بين سلاسل عديد البيبتايد. يعني لو سلسله عايزه ترتبط مع سلسله بيرتبطوا مع بعض بروابط هيدروجينيه، فالروابط الهيدروجينيه دي تدي الشكل الفراغي للبروتين، بتميز شكل البروتين، يعني البروتين ده شكله كذا والبروتين ده شكله كذا. يعني من الاخر الروابط الهيدروجينيه دي اللي هتشكل كانها كده هتشكل الصفه الوراثيه وتخلي كل بروتين يبقى ليه شكله المميز. روابط كبريتيدية ثنائية دي بتبقى موجودة في أنواع معينة، يعني مثلا الأجسام المضادة بتبقى عبارة عن بروتين، وإحنا عارفين الأجسام المضادة عندها روابط كبريتيدية ثنائية. فمعنى الكلام ده إن بعض البروتينات بيكون عندها روابط كبريتيدية ثنائية، فبرضه الجزء ده مهم يعني حلو جدا. فحاول تذاكر برضه من الشرح ده والملخص ده حلو جدا جدا وهيفيدك قوي، يعني هتحس برضه ان انت بعد ما تقراه كده ان انت فاهم الدنيا اكتر يعني. نكمل مع بعض بقى رقم 19. الشكل التالي يا جنى بيوضح عمليتين، عمال اقول جنى اهو، تمام، عشان انت قلتيلي ما قلتش اسمك الفيديو اللي فات، ماشي، ركزي معايا بقى. الشكل التالي بيوضح عمليتين متتاليتين بتحصل في اوليات النواة. بيقول لي اي التتابعات الاتيه لا يمكنها ان تمثل التركيب واو. طب بص معايا كده، بيقول لي ده التي ار ان ايه، حلو، شايل مين؟ احماض امينيه. ولقينا في الاخر هنا كده لما وصلنا عند ده اللي هو اف وواو مفيش حمض اميني. معنى كده ان هنا اكيد طالما مفيش حمض اميني يبقى اكيد هنا في عامل اطلاق. يعني اكيد يا دكتور حاجه، يعني يا اما اف او واو هيكونوا او بيعبروا عن كودون وقف، كودون وقف. طيب الاول قول لي يا دكتور هو الاتجاه من 5 ل3 ده هيكون مين؟ هتقولي الام ار ان ايه، الام ار ان ايه، تمام. طيب الاتجاه من 3 ل5 ده مين؟ ده الدي ان ايه اللي حصل له عمليه نسخ. يبقى الدي ان ايه اهو حصل له عمليه نسخ راح مدينا الام ار ان ايه. الام ار ان ايه مرتبط مع التي ار ان ايه، تمام. التي ار ان ايه طبعا بيكون عنده مضاد كودون، وهنا مضاد كودون اهو، كل تي ار ان ايه عنده مضاد كودون. مضاد الكودون ده بيرتبط مع الكودونات اللي موجوده على الام ار ان ايه، حلو جدا. طيب بيقول لي اي التتابعات التاليه لا يمكنها ان تمثل التركيب واو. واو ده على الدي ان ايه، تمام. المفروض ان واو ده يعبر عن، يعني لما يحصل له عمليه نسخ يدينا اف هنا كودون وقف، كودون وقف، تمام. فانا محتاجه اترجم التتابعات اللي هو مديها لي دي بتاعه الدي ان ايه دي، محتاجه اترجمها اشوفها هي هتديني كودونات واقفه ولا لا. فهنا الاي تي تي هتدينا يو اي اي. طب هو ده كودون وقف؟ ده كودون وقف، مش هيمشي معانا. هو بيقول لي حاجه لا يمكنها ان تمثل واو، هي حاجه مش بتمثل واو. انا المفروض واو دي عايزه حاجه ما تدينيش كودون وقف، تمام.
طيب بص معايا ده على جيم، هنا هتدينا يو جي ايه، وده برضو يا دكتور كودون وقف اللي هو يوجا. تمام. طب ده هيدينا يو ايه جي، برضو ده كودون وقف. مش احنا قلنا ان هو يوجا وبعد كده بنبدل الاي والجي مع بعض يبقى يو اي جي، وكودون وقف كمان اخر واحد اللي هو يو اي اي. تمام. فكل التتابعات دي بتعبر لي، او لما يحصل لها عملية نسخ فالدي ان ايه ده هيدينا كودون وقف. حلو جدا. طب ده بقى هيدينا يو اي يو، هل ده كودون وقف؟ لا، يبقى هو ده اللي مش ممكن ان هو يمثل واو، يبقى نختار ب. اي الهرمونات التالية بيحفز بشكل اساسي عمل ريبوسومات الريبوسومات داخل خلايا الانسان. ريبوسومات يعني بتكون بروتين، فهو بيقول لي هرمون ليه علاقة بتكوين البروتين. تمام. في جسم الانسان او جوه خلايا جسم الانسان كلها. فده طبعا الجي اتش اللي هو الجروث هرمون، اللي هو هرمون النمو. هو اكتر حاجة ليها علاقة ببناء البروتين، يعني بروتينات، فهي ليها علاقة بهرمون النمو اكتر حاجة. 21 أي العبارات التالية غير صحيحة في وصف الشكل المقابل. بيقولي دي النواة اللي هي س، اتكون منها ال mRNA، بعد كده حصل له عملية ترجمة، طبعا 2 ده الريبوسومات، 3 tRNA، 4 البروتين، وصاد دي ده اللي هو السيتوبلازم. بيقولي يتكون التركيب 2 اللي هو الريبوسومات داخل الجزء س اللي هو في النواة والنوايا يعني، فده تمام يعتبر معانا، دي صح يعني، هو عايز عبارة غير صحيحة. يتكون الجزيء 4 بتفاعل نازع للماء. الجزيء 4 اللي هو البروتين بتفاعل نازع للماء، أيوة لازم نشيل جزيء مية بين الأحماض الأمينية عشان يتكون البروتين. جيم بيقولي قد يدخل الجزيء 4 في تركيب الجزيء 2 اللي هو سلاسل عديد البيبتايد، ممكن تدخل في تركيب الريبوسومات. طبعا احنا عندنا حوالي 70 نوع من سلاسل عديد البيبتايد بيدخل في تكوين الريبوسومات. طيب دال بيقول لي يرتبط الجزيء 3 بالحمض الأميني. الجزيء 3 اللي هو التي ار ان بيرتبط بالحمض الأميني في س في النواة. تاني التي ار ان اي بيرتبط مع الحمض الأميني في النواة، لا طبعا غلط، هو التي ار ان اي بيرتبط مع الحمض الأميني، يعني التي ار ان اي ده يشيل الحمض الأميني في السيتوبلازم. في السيتوبلازم يعني التي ار ان اي يتكون في النواة، بعد كده يخرج بره في السيتوبلازم، اول ما يخرج بره في السيتوبلازم يروح شايل الحمض الاميني. يبقى هنا ده هي العبارة الغلط. 22 بيقول لي تحول الريبوسوم من الحالة 1 إلى الحالة 2. هنا تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة والصغيرة كانوا منفصلين عن بعض، رقم 2 بقوا مسكوا في بعض الاتنين. معنى كده ان هنا بدأت عملية ايه؟ برافو عليك، عملية تخليق البروتين. يبقى او بدء عملية الترجمة او بدء عملية تخليق البروتين، لو لقيت دي او دي تمام. فهو هنا كاتب لك بدء عملية تخليق البروتين او عملية الترجمة. 23 بيقول لك من خلال دراستك للشكل ده مين في دول بيمثل الترتيب الصحيح لهذه الخطوات أثناء عملية الترجمة. حبايب قلبي، أول حاجة علشان تتكون سلسلة عديد البيبتايد أثناء عملية الترجمة، فاحنا محتاجين ان يتكون رابطة بيبتيدية بين الأحماض الأمينية، يعني لو ده حمض أميني وده حمض أميني لازم يتكون ما بينهم رابطة، الرابطة دي بتكون بتفاعل نازع للماء. تمام. فهنا المفروض ان الحمض الأميني ده يرتبط مع ده، يعني بص في ب هنا الدايرة دي ارتبطت مع المربع ده، فبيقول لي مشاور لي على سهم ان هم يرتبطوا مع بعض، فدي اول خطوة يعتبر، لان هنا دي سلسلة عديد البيبتايد بتمتد، فدي كده هنعتبرها ان هي اول واحدة. تمام. بعد كده لقينا التي ار ان ايه ده المفروض ان هو يسيب الدايرة دي خلاص، علشان التي ار ان ايه ده يسيب اصلا تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة ويخرج بره عنها. يبقى هنا لقينا فعلا ده التي ار ان ايه ده بدأ ان هو يسيب الحمض الاميني اللي على شكل دايرة ده. تمام. فيبقى دي كده الخطوة رقم 2. بعد كده يا دكتور التي ار ان ايه ده ساب تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة، خلاص مشي اهو، ساب الام ار ان ايه وساب تحت وحدة الريبوسوم الكبيرة، يبقى دي الخطوة الثالثة. بعد كده بقى هنكمل عملية الترجمة، يبقى التي ار ان ايه ده اللي هو كان عند المربع هيمسك في كودون تاني جنبيه ويكمل عملية الترجمة عادي جدا، يبقى دي كده الخطوة الرابعة. يبقى بالترتيب هتبقى ب د ألف جيم، يبقى نختار هنا الإجابة جيم.
بيقولي نظريا كم عدد الأحماض الأمينية التي يترجم إليها الجزء المقابل من ال mRNA. أول ما يجيب لك شريط mRNA فأنت يا دكتور تقسمه ل3، كل 3 قواعد اعمل ما بينهم فاصلة كده اهو. تمام. طيب انا مش عارفة، حاسة ان انا اتلخبطت. لا تمام، عشان المربعات بس ملونة كتير. تمام خلاص، احنا كده قسمنا كل 3 نيوكليوتيدات، فصلناهم كده عشان بس انت تبقى مقسم ال mRNA الكودون. فانت عارف ان الكودون 3 قواعد، كل 3 قواعد اعمل فاصلة كده. وحاول برضو ان انت تعمل فاصلة كبيرة كده علشان انت في الامتحان ما تتلخبطش او عينك يعني ما تزغللش ولا حاجة من القواعد اللي جنب بعض كتير دي. يعني الشكل ده اصلا واضح على فكرة، يعني الشكل ده كده يعتبر حاجة واضحة وكبيرة، لكن ممكن اصلا يكون جايب لك قواعد كده بخط صغير قوي جنب بعض كده، فاهمني؟ فاللي هو بقى انت تقعد تقسم كده الشريط ده كده 3 قواعد جنب بعض، كل 3 قواعد جنب بعض كده فصل. تمام. طيب هو عايز عدد الأحماض الأمينية اللي هيترجم منها ال mRNA المقابل. فأنا دلوقتي عندي وانا بقرا كده ال mRNA ده لقيت ان التتابعات ماشية عادي جدا، جي جي يو سي يو 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 اي جي. ايوه، مين ده بقى؟ ده يو اي جي كودون وقف، كودون وقف. اول ما قابلت كودون وقف هنا اتوقفت عملية الترجمة. ايه ده يا دكتور، يعني مش هنكمل ده؟ لا مالكش دعوة بيه. اول ما تلاقي كودون وقف خلاص كده البروتين ده اتكون. لو قابلنا كودون بدء تاني نبدأ عملية ترجمة تاني، فاهمني كده؟ طالما قابلنا كودون وقف خلاص كده سلسلة عديد البيبتايد دي اكتملت خلاص. يعني مثلا لو هي كان ده اخر حمض اميني هنا، فده اخر حمض اميني ماسك مع اللي قبله مع اللي قبله وهكذا بقى. تمام. لكن طالما قابلنا كودون وقف ده ملوش، خلاص ملوش حمض اميني، يبقى هنا خلاص وقفت عملية الترجمة. كم عدد الأحماض الأمينية اللي بيترجم إليها الجزء المقابل؟ فاحنا هنا هنقول ده هنا في حمض أميني وهنا في حمض أميني، لأن احنا عارفين إن كل 3 قواعد ليهم حمض أميني. يبقى ده حمض أميني 1 وده حمض أميني رقم 2. طبعا هو بيقول لي في الشكل تمام أو في الجزء المقابل استخدمنا كام حمض أميني؟ 2. السؤال ده حلو، تعالى كده نحله مع بعض. بيقول لي لتخليق بروتين مكون من 349 حمض أميني. فأنت دلوقتي يعني وانت بيقولك الجملة دي اول حاجة هتيجي في بالك ان في 349 حمض اميني، بس كودون الوقف اللي على ال mRNA ده ما بيبقاش ليه حمض اميني. يعني يا دكتورة لو انت دلوقتي هتسأليني على شريط ال mRNA، فانا هقولك ان شريط ال mRNA كان عليه 3 قواعد في الاخر خالص كده اللي هما بتوع كودون الوقف. فانت اول حاجة اوعى تنساها كودون الوقف وانت بتحسب القواعد. كودون الوقف كم قاعدة كودون الوقف ده؟ 3، هنعتبرهم مثلا يو جي اي. تمام. في 3 قواعد في الاخر خالص ملهمش حمض اميني، تمام، عشان كده قالك 349 مثلا. فلو كان الكودون الوقف هنا كان ليه حمض اميني كان ممكن يقولك 350، لكن احنا عارفين ان كودون الوقف ملوش حمض اميني. تمام. طيب بيقول لي البروتين ده بيتكون من 349 حمض اميني. حلو جدا. ما عدد لفات شريط الدي ان ايه الذي يتم نسخه لتكوين هذا البروتين؟ هو دخلني في الدي ان ايه وانا معايا احماض امينيه، فانت اول حاجه احسبها الام ار ان ايه. فشريط الام ار ان ايه هيبقى زي شريط الدي ان ايه بالظبط. عدد القواعد هنا هيبقى عدد القواعد هنا، لان الام ار ان ايه بيتنسخ من الدي ان ايه. فانا كده هحسب عدد النيوكليوتيدات عموما على الام ار ان ايه على الدي ان ايه هي. تمام. بس لو انت هتحسب على الام ار ان ايه، فلو على الام ار ان ايه هتزود 3 قواعد بتوع كودون الوقف. تمام. لكن لو على الدي ان ايه فانت خلاص عارف ان الدي ان ايه بيكون عليه قواعد كودون الوقف. طيب عدد النيوكليوتيدات هنا بتاعه الام ار ان ايه، هقول 349 في، ايوه برافو عليك، في كام بقى؟ انا عارفه ان الكل حمض اميني، كل حمض اميني ليه 3 نيوكليوتيدات، ليه 3 قواعد. تمام. يبقى هنا 349 في 3 هيدي لك كام بقى يا دكتور؟ هيدي لك 1047 نيوكليوتيد. قولي بقى بسرعة كده قبل ما تنسي، زودي عليهم 3 قواعد، 3 قواعد بتوع كودون الوقف. يبقى عدد النيوكليوتيدات كلها هيساوي 1050. حلو قوي. نيوكليوتيد.
حلو جدا. هو عايز ايه بقى؟ بيقول لي عدد لفات شريط الدي ان ايه. فانت لما يديلك اي حاجة، اي بيان مثلا، ودخلك في حوار تاني خالص، دخلك في الدي ان ايه وعدد لفات الدي ان ايه، فانت هات الحاجة اللي انت هتقدر تجيبها. يعني انت مديك عدد الاحماض الامينية عددها كذا، فانت اول حاجة هتعرف تجيبها من الاحماض الامينية هي عدد النيوكليوتيدات اللي على الام ار ان ايه. هاتها عادي جدا، هتلاقي بقى المسألة اتحلت معاك واحدة واحدة كده. كده جبنا عدد النيوكليوتيدات على الام ار ان ايه، وزودت عليهم 3 كودون وقف، تمام، اللي هم موجودين على الام ار ان ايه برضو. فبالتالي يا دكتور عدد النيوكليوتيدات على الام ار ان ايه بيساوي عدد النيوكليوتيدات على الدي ان ايه. فبالتالي اقدر اقول دلوقتي ان عدد اللفات على الدي ان ايه بتساوي عدد النيوكليوتيدات كلها، عدد النيوكليوتيدات على 10. ليه قسمت على 10 يا دكتور؟ علشان ده شريط مفرد من الدي ان ايه، مش لولب مزدوج، تمام، لان انا جايبه ام ار ان ايه. فالام ار ان ايه بقول لك ان هو فيه 1050 نيوكليوتيدة، فالشريط من الدي ان ايه، شريط واحد فقط من الدي ان ايه فيه 1050 نيوكليوتيدة هو كمان. فاهمني؟ طيب هو عايز عدد اللفات على الدي ان ايه. والله يا دكتور عدد اللفات على الدي ان ايه لو كان لولب مزدوج كنت باخد عدد القواعد واقسمها على 20. طب لو كان شريط مفرد خد عدد القواعد واقسمها على 10. يبقى عدد القواعد هنا اللي هم 1050 على، نقسم على 10، هيطلع معاك 105 لفة. 105 لفة. اوعى تنسى تكتب البيانات، يعني هنا لفة، هنا نيوكليوتيدة، بس كده. ومثلا لو انت ضفت كودون وقف فانت برضو وضح له ان انت ضفت 3 قواعد بتوع كودون الوقف. اكتب 3 قواعد واكتب بين قوسين كده كودون الوقف، يعني حلله كل حاجة كده بالتفسير، يعني عشان تاخد درجتك كاملة. يبقى هنا نختار بقى جيم اللي هي 105 لفة. 26 ده سؤال لافف شوية كده، بس هقولك طريقة سهلة يعني تحلوا بيها في الاخر. بيقولي مين في دول بيمثل تتابع قواعد على جزيء الدي ان ايه. تمام، هو عايز تتابع قواعد على الدي ان ايه الذي ينسخ منه الام ار ان ايه المتكامل مع مضادات الكودونات المقابله. طيب انا شايفه ان ده تي ار ان ايه، فالتي ار ان ايه ده بيكون عليه مضاد الكودون، يعني التتابعات دي اسمها مضاد كودون. هي بتتكامل مع مين يا دكتوره؟ معلش اسالك كده، بتتكامل مع الكودونات اللي على الام ار ان ايه. فانا كده هجيب الام ار ان ايه الاول. هات الام ار ان ايه، فمثلا ده مضاد الكودون، فلما اجيب الام ار ان ايه اللي متكامل معاه هيبقى التتابع بتاعه جي يو يو. حلو جدا. طب ينفع بقى تجيبي لي شريط الدي ان ايه اللي حصل له عمليه نسخ في الاول خالص؟ سهله، هيتكامل مع ده، مع التتابع بتاع الام ار ان ايه. يبقى الدي ان ايه هيبقى سي اي اي. طب بص فوق كده، سي اي اي، وهنا سي اي اي. اطلع بقى بملحوظه مهمه هنا، ان الدي ان ايه اللي بيحصل له عمليه نسخ، الدي ان ايه الناسخ اللي هيحصل له عمليه نسخ ده بيكون مطابق لمضاد الكودون. مطابق لمضاد الكودون، يعني هو نفس التتابع بالظبط، مفيش اي اختلاف. بس الاختلاف الوحيد ان انت لو قابلك قاعده يو وعايز تجيب الدي ان ايه هتشيل اليو دي وتحط مكانها تي، مع تغيير اليو اللي هي اليوراسيل بتي، بس كده. يبقى دي ان الناسخ هو مضاد الكودون. طيب هاتلي بقى هنا هيبقى ايه التتابع ده؟ هيبقى ايه جي جي، تمام، ده في الدي ان ايه. هنا هيبقى سي جي، اليو هشيلها واحط مكانها، برافو عليك، تي. طيب هنا هيبقى اي سي سي. طيب التتابع ده بقى فين في الاختيارات؟ اهو اول اختيار، بس كده. مستعينا بجدول الشفرات الموجودة في كراسة المفاهيم، أي الأحماض الأمينية التالية من نفس النوع. حبايب قلبي، أول ما يديلك هنا ال mRNA ده أهو، هو ده tRNA، شايل مين؟ شايل الأحماض الأمينية. حلو. فهنا يا دكتور هو عايز يقولك هو مين في الأحماض الأمينية دي، تمام، من نفس النوع. يعني مثلا ده هتلاقيه جلوتامين، ده جلوتامين، ده هيستادين، ده هيستادين، ده فالين، ده فالين، وهكذا، تمام. فهتلاقي الإجابة هنا اللي هي ب، اللي هو س وصاد، الاتنين حمض أميني دول ليهم نفس النوع، ده اسمه جلوتامين وده برضو اسمه جلوتامين. طيب هعمل ايه بقى؟ هقسم برضو الام ار ان ايه كل 3 قواعد لوحدهم كده،
تمام. تمسك ده جي يو يو، فجي القاعدة الأولى جي، التانية يو، التالتة يو. تمام. هتدور عليه في الجدول، هتلاقي ان هو بيعبر عن حمض أميني جلوتامين. هتدور على جي يو جي، هتلاقي ان هو بيعبر برضو عن نفس الحمض الأميني اللي هو الجلوتامين. دول أحماض أمينية مختلفة. حاول بقى تمرن نفسك كده، طبعا احنا اتمرنا على الجزء ده كتير في الحصة مع بعض. حاول بقى تطلع الجزء ده مع نفسك كده، اللي هو الحمض الأميني عين. هتاخد الثلاث قواعد دول اللي على الام ار ان اي وتجيبهم من الجدول، يو 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 وتجيبهم من الجدول، اي يو جي. الاي يو جي طبعا ده اللي هو كودون البدء. تمام. كودون البدء ده بيعبر عن الحمض الأميني الميثيونين، فمين ده؟ ميم ده اللي هو الميثيونين. لا، طلع بقى انت لام وعين ونجرب كده تطلعهم مع نفسك وقول لي ايه الدنيا معاك. فهنا الاتنين دول او الاحماض الامينيه اللي من نفس النوع هيبقى س وصاد. حبايب قلبي، انت كده عندك حوالي صفحتين، حاول تاخدهم، اللي هو الاختر والمقالي، يعني 3 اسئله اختر و5 اسئله مقالي. حاول كده ان انت تحلهم لوحدك الاول، يعني اللي هو تختبر نفسك بقى على الدرس ده كده وتحلهم وتطلع الانسر بتاعهم من عندك في الملحق الاجابات بتاعك. وذاكر كويس، ربنا يوفقكم يا شباب. ودي نفسك درجة بعد ما تحل بس. تمام. يعني بعد ما تحل الصفحتين دول حلهم مع نفسك الاول ودي نفسك درجة كده بعد ما تحل. وما تتضايقش لو نقصت درجة ولا درجتين، يعني عادي. طالما انت حليت السؤال غلط، فانت هتبص في الاجابة تعرف الاجابة الصح، فانت كده ذاكرته. مش انت كده فاشل يعني، لا، انت كده ذاكرت السؤال كويس جدا، عادي جدا. فعادي ان انت تغلط، عادي ان انت تبص في الاجابة وتراجع. ممكن انت تكون في حاجة مثلا مش واخد بالك منها، فخدت بالك منها لما بصيت في الإجابات، فهي كده دخلت مخك عادي. كده انت ذاكرتها، كده انت شاطر وذاكرتها، لكن كده انت مش فاشل. تمام. اما تغلط في سؤال فمش معناه ان انت خلاص بقى الدنيا قفلت في وشك، انا مش هعرف احل في الامتحان. لا، انت بتحل دلوقتي علشان تبقى تعرف تحل في الامتحان. لحد ليلة الامتحان لو بتغلط في اي سؤال فعادي، معلومة وذاكرتها. لحد قبل الامتحان بساعة غلطت في سؤال فبرضه عادي، معلومة وانت عرفتها وذاكرتها. وصدقني يعني كل حاجة، كل سؤال انت بتغلط فيه وذاكرت الإجابة بتاعته كويس جدا، هتلاقي خلاص هي المعلومة ثبتت في دماغك. ده انت ان انت تغلط في السؤال اصلا ده افضل ليك دلوقتي، علشان تقعد بقى ايه عايز تفهم هو انا ليه اخترتها كده، طب هي الإجابة الصح دي صح ليه، فاهمني؟ فهتلاقي السؤال اللي انت بتغلط فيه هو اكتر حاجة انت هتفتكرها عموما يعني. لكن السؤال اللي انت بتحله على طول ده فخلاص، يعني هي معلومة انت عارفها و... وعادي ذاكرتها خلاص. بس اللي انت غلطت فيه بالذات ده هو ده اكتر حاجة انت ممكن تفتكرها بسرعة، بسرعة اسرع من السؤال اللي انت حليته صح. فولا تقلق يعني، ما عادي، حل غلط وصحح اجاباتك واكتب نوتس جديدة وذاكر من الاول عادي، واغلط ليلة الامتحان واعرف السؤال ده غلط ليه وحله كويس عادي. وممكن ان انت ليلة الامتحان تذاكر اصلا معلومات بسيطة جدا كده تفرق معاك في الامتحان بإذن الله. وصدقني ربنا مش بيضيع تعب حد، والله لو مش في امتحانك فهيبقى في الكلية بتاعتك بعدين في كل حاجة. يعني ربنا هيوفقك طالما انت تعبت، فهو ربنا هيوفقك في اي حاجة في حياتك. يلا عشان ما اطولش عليكم، ربنا يوفقكم يا شباب. وبعتذر برضو مرة تانية ان الحل، يعني انا بحب الحل بالذات يكون وانا معاك علشان اعرف مثلا لو هوقف الشرح لو هوقف يعني البورد واكتب معاك حاجة او كده. بس يلا معلش يعني حصل خير. بإذن الله الفيديوهات الجاية هتكون على البورد بإذن الله. ربنا يوفقكم يا حبايبي، ويا رب تكونوا استفدتوا.